ست صوتها عالي بالشكوى ده السنة دي. ده كلام خطير جدا طبعا. يعني أنا ابتديت معاك الحلقة بفكر، والله أقسم بالله، وبتكلم معاك دلوقتي فكرتين. السلام على أهل المحبة وعلى الذين اختارهم الله للسلام. في بودكاست تجلي السكون أستضيف اليوم الأستاذ عمار مبارك، المهندس والكاتب والباحث في علم التأويل، لنبحر معا في رحلة تجمع بين دقة المنهج وعمق المعنى. أنا إنجي الدهشان، ويلا بينا نبدأ الحوار. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عمار. أهلا بيك. ازي حضرتك؟ الأخبار؟ أنا حضرت أسئلة كتير قوي وقعدنا ندردش مع بعض كتير جدا. بس السؤال اللي أنا عايزة أسأله لحضرتك، إيه علاقة علم الحروف بالسنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص هقول لحضرتك على حاجة. الناس دايما هتلاقيها بتتكلم وبتدور على علم الزمان. فعلا عندك لأن حق. هو الإنسان أصلا علاقته بالزمن علاقة عكسية. علاقة عكسية؟ طبعاً. يعني إيه علاقة عكسية؟ يعني الزمن لما بيطلع لقدام الإنسان بيكبر فبيوصل لشيخوخة طبيعي. فدي علاقة عكسية، يعني مش بيبقى ماشي معاه، ولذلك الإنسان نهايته الموت. فدايما الناس بتدور على يوم القيامة، منتظرة على علم الساعة. صح. فالحاجات دي كلها جوه الزمن. طب ربنا سبحانه وتعالى بدأ القصة دي كلها بإيه؟ بالحروف. ولذلك القرآن الكريم ملوش زمن. طبعا. صح، يعني صح. القرآن الكريم ماشي معانا في السنين. صح. ممتد. طيب القرآن الكريم جواه آيات، والآيات مكونة من الحروف، والآيات بدايتها حروف. بدايتها حروف. يعني القرآن الكريم أسراره مكنونة أو جوه الحروف، جوه الآيات الأول. زي كده مضغوطة، زي الفايلات المضغوطة. والفايلات المضغوطة دي اللي هي فيها الآيات مضغوطة جوه الحروف. ولذلك علم الحروف أو علم الأسماء هو مربوط بالزمان. يعني كل زمن بيشاور على حروف معينة. يعني الزمن ده عامل زي الساعة كده بالظبط. هو ماشي في طريقه، ولكنه وهو ماشي بيشاور على حروف معينة اللي هو يعني زمن حضرتك معين. عايز تقول لنا زي كده، زي اللوجو كده، زي اللوجو. سبحان اللوجو الله. ده ما هو شبه الساعة بالظبط. يعني كل زمن ليه حرف من الحروف. مش شرط. أمال إيه بقى؟ مش شرط، هي مش قاعدة. لأن هي لو قاعدة هنبقى عارفين بعد 50 سنة. ولذلك أنا دايما بقول في الفيديوهات إحنا عايزين نصاحب الزمان. نصاحب الزمان. بمعنى إن إحنا بنشوف الزمن في الوقت الحاضر اللي هو اسمه العصر اللي إحنا فيه الوقت الحاضر. الزمن بيشار على إيه؟ فأنا مثلا قلت إن من بداية من 2025 إحنا دخلنا في زمن التواصين، اللي هو بداية حرف الطاء. وقلت تأويل حرف الطاء المس أو الهمسة الإله الرباني، واللي يحصل فيه طهارة وتطهير. يعني 25 كانت زمن الطاء، كان بداية زمن التواصين كلها. تمام. وبداية تأثيرات حرف الطاء، لأن التواصين بتبدأ بطاء. صح. طه، الشعراء والنمل والقصص. طه طاسين طاسين ميم مرتين. يعني معنى كده من أول 25 ده شابتر جديد نقدر نقول؟ طبعا. وأنا قلت كده في بداية السنة، ونوهت إن هيحصل تطهير بسبب حرف الطاء، لأن حرف الطاء ذكر 4 مرات في فواتح السور. فهي دي علامات الطهارة، الشمال والجنوب والشرق والغرب. وحصلت أعمال يعني الطهارة. احنا فعلا لو كتبنا كده هنلاقي اللي حضرتك بتقول عليه. وكمان أعمال الوضوء 4 أركان: الإيد والوجه والرأس والرجلين. هو الزائد، علامة الزائد هي دي علامات الطهارة الأربعة. طيب حرف الطاء ده جواه إيه تاني؟ جواه علو مصر. علو مصر. ولذلك رغم الأحداث الاقتصادية اللي مصر ذكرها بيعلو، الحمد لله، هي الحمد لله. محفوظة الحمد لله. ربنا يجعل ذكرها بيعلو. نعمة. ذكرها بيعلو. وأنا قلت إنها بداية عودة أسرار علم يعني الكتاب. في فرق بين إن هي تبقى محفوظة وإن هي تعلو. فرق كبير جدا طبعا، لأن في علو كمان لبني إسرائيل. ده ربنا اللي قال عليه. فمن جوه حرف الطاء كمان في بداية عودة أسرار علم الكتاب.
وانا عملت بقى ساعتها كتاب حقيقة ليلة القدر، اسرار علم الكتاب، فعلا. وقلت ان هيبدأ الاهتمام بعلم الكتاب. طب علم الكتاب ظهر فين؟ في الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة والاهرامات، والناس بدأت الكلام ده السنة اللي فاتت فقط 25. قبل كده ما كانش فيه اهتمام بالحضارة زي دلوقتي. كل الناس بتتكلم في الآثار وعايزين يعرفوا الأهرامات وأبو الهول، وقلت إن في آثار هتطلع وفي آثار هتظهر والناس هتبدأ تهتم. ده في زمن الطواسين اللي هو بدايته حرف الطاء. دخلنا على 2026، قلت إن هي سنة حرف السين، وسنة النساء. أنا هنا سنة النساء طبعا. بالظبط كده. فمش عايزة أسبق الأحداث ونبتديها من الأول. سنة 26. تمام. سنة 26 أنا قلت إن هي سنة حرف السين، صح. يعني بعد تأثيرات الطاء هتبدأ تخش تأثيرات حرف السين. طيب حرف السين جوه حرف السين ده، خلي بالك ان حرف السين ذكر في القرآن الكريم مش في الطواسين بس، في ياسين ده زمن تاني، في حميم عين سين قاف ده زمن تاني، انما انا بتكلم تالت ورابع تقصد حضرتك؟ زمن مختلف. فانا بتكلم على السين اللي هي جوه بحرف الطواسين، السين، اللي جوه الطواسين. السين اللي لو حد كتب دلوقتي هنلاقي 1 2 وهننزل. تمام، هو ده حرف السين. السين اللي جوه الطواسين، اللي هي طاسين وطاسين ميم، هي الأحداث دي. تمام. ولذلك أنا ربطت حرف السين وقلت إنها تظهر معلومات عن فرعون. وبالفعل لسه ظاهر تمثال خرج من الشرقية ده قريب فعلا. وقلت هيكون في أحداث تخص النساء حرف السين، ودي هقولها لك دلوقتي. وقلت كمان إنها مربوطة بالعرش، وفي أحداث تخص سيدنا يوسف، والعرش ده يعني الملوك. وبالفعل الملوك اهتزت الكلام ده قلت في بداية السنة طبعا. بس طبعا الناس ركزت مع أحداث النساء، لأن النساء مربوطين ارتباط كبير بالسين. أصل حضرتك ذكرت في فيديوهاتك وفي كتبك ولما طبعا عملت ريسيرش على حضرتك إن الست لازم ترجع لفطرتها. مظبوط. عشان تقدر تعيش في سنة حرف السين، عشان تقدر تعيش سوية باتزان. مظبوط بالظبط. طيب أنا كست لما أسمع كده تمام أعمل إيه يعني؟ يعني حضرتك عايزني أنا أعمل إيه كست؟ طيب أقول لحضرتك على حاجة. في حاجة مهمة جدا في النساء، وهي إن النساء أصلا، طيب أنا قلت الأول إن حرف السين ده حرف مكسور. بمعنى مكسور يعني مكسور يعني غير العين. احنا بنقول العين عين يهنون، العين دي مفتوحة عين، إنما السين مكسورة سين. أوكي. مكسورة دي يعني إيه؟ رغم إن هو تأويله الأولاني هو العلو والارتفاع، يعني السين زائد المية سماء، فهي المية مرتفعة والسحاب والسمو وهكذا، والعلو. فتأويله الأول العلو والارتفاع. تمام. طيب النساء العلو والارتفاع ده مقلوبه إن في ناس بتنزل، يعني السين ده عشان تعلو ناس تانية تنزل. يعني حاجة تقصد إن هو حرف علو ولكنه مكسور، لأن في ناس لازم تنزل عشان الناس تعلى. شبه بالظبط كده فكرة المصاعد. إن في ثقل بينزل عشان المصعد يطلع. طيب خلينا ناخد الناس بالراحة كده عشان يفهموا. تمام. لو النساء بيتفرجوا علينا دلوقتي، تمام. أنا أكيد هبقى عايزة أكون في العلو، أكيد مش عايزة أكون في الناس اللي هتتصفى وتنزل تحت. حلو أوي. تدريجيا كده الست تعمل إيه؟ حلو جدا. هقول مقدمة بسيطة عشان نفهم الست إزاي تعلو. طيب لما قلت الفكرة اللي هي بتاعت المصاعد، إن في حد بينزل في ثقل بينزل عشان المصعد يطلع، طبعا نفس طبيعي. الكلام بالظبط في السين. هو علو ناس على حساب ناس، يعني عشان ناس ذكرها يعلو ناس تانية ذكرها ينزل. ده حرف السين كده. طيب النساء عكس السين أصلا، يعني سين يهنون، النساء العكس نساء نون مكسورة سين. طيب أما نرجع في البداية خالص للقصة هنلاقي إن عندنا آدم والملائكة وإبليس، دول 3 مخلوقات، دول الصفوة يعني يعتبر الكبار. وربنا سبحانه وتعالى هيختار حد فيهم للاصطفاء إنه يكون خليفة، فكلهم طمعانين في الحتة دي. ولكن إبليس والملائكة
باصين لآدم بصة إن هو أقل. البصة دي هي اللي خلتهم أقل منه. فهنا عندنا إبليس والملائكة. هو ربنا اصطفى آدم، وده هنبقى نتكلم عليه ليه يعني. عندنا إبليس والملائكة. إبليس والملائكة الاتنين عملوا رد فعل مختلف تجاه آدم. الملائكة رغم إنها مش مقتنعة قوي، وعلموا ما تبدون وما كنتم تكتمون، هم من جواهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني احنا اللي هو عمل ايه؟ هو كان نايم لسه آدم أصلا، ولكنهم سجدوا لي لأوامر الله. إبليس ما عملش كده. طيب رغم إن آدم هبط والملائكة ما زالت سجدة لي رغم إنه هبط، ولكنها في مرتبة فوق. يعني هي فوق لسه في السماء. احنا بنبص الملائكة إنها أكبر حاجة، هي مش أكبر حاجة، بس ربنا رفعها ليه؟ عشان سمعت الكلام وتواضعت. إبليس بقى تحت. النساء أبى واستنكر أبى واستكبر. فإبليس لو النساء قلدت الحتة دي بتاعت إبليس اللي هي إن هي تتساوى زيه. يعني حاج تقصد، وصلح لي لو أنا فاهمة غلط، إن حاج طالب من النساء إن هي تعمل زي الملائكة بالظبط، تركع، تسجد لآدم. السجود ده طبعا ليه معنى، مش السجود مش سجود. عارف كم واحدة ست دلوقتي بتتفرج علينا هتقولك يعني ايه؟ ما هو خلي بالك، لو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو معنى السجود سين والجد. الجد ده اللي هو إيه؟ المقام العالي. يعني ما أقول مثلا وأنه تعالى جد ربنا. يعني إيه السجود؟ ما عشان أنا دلوقتي ست وقاعدة قدام حضرتك، تمام. وأكيد 100% عايزة أكون من الناس اللي هي هيبقى ليها الصعود والسجدة. ماشي، خلينا نقولها السجدة عادي. السجدة يعني طب أفهم يعني إيه سجود عشان أعرف أسجد. حلو. السجود أنا قلت هو سين والجد. الجد ده لما أقول جد حضرتك مثلا، ده الحاجة الرمز اللي احنا بنفتخر بيه مثلا، أو إن احنا بنقول إليه، بنرجع له في الآخر. تمام. والسين هو العلو، يعني علو الجد. تمام. ولذلك الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش جد بقى بالخلفة، بالمعنى. ربنا سبحانه وتعالى تعالى جده. نفس الكلام بالظبط. ده معنى السجود، ان احنا نخلي ده مركز البوصلة بتاعتنا. الرجل يعني الملائكة عملت كده مع آدم. بقى كلهم ساجدين لآدم. آدم هو أهم حاجة. اعملي شغلك كله في سبيل مين؟ ده الملائكة، في سبيل آدم. وآدم ده رجل. مين آدم بتاعي؟ ما هو ده بقى النقطة. إن يعني بعد ما عملت فيديو النساء والكلام ده كله، الناس بتقول طب هو مفيش الرجل. خلي بالك إن الرجل هو الواسطة في الإمداد للست بين الله والمرأة. آدم الواسطة، أو الرجل هو الواسطة. يعني الست لا تتلقى الإمداد مباشر كده من الله، ده مش موجود. هي تتلقى الإشارات، ربنا يستجيب لها الدعاء أيا كان، إنما مش هتتلقى الإمداد. ولذلك المرأة بدون رجل أيا كان نوع الرجل، أبوها، أخوها، زوجها، خطيبها، أي حد يعني، معلمها، مدرسها، أيا كان. المرأة بدون أي رجل خالص هي في التيه، بدون أي إمداد. والتيه ده بيقعد 40 سنة. والتيه ده بقى على حسب هي وحظها. هي أصلا هتبقى من المنظرين، قاعدة ماشية في الدنيا عمالة ممكن تتعلم كل العلوم، بس ولا علم هيفيدها، لأنها مش عارفة إمدادها إيه. هي لازم يكون لها إمداد واحد بس. يعني ما ينفعش جوزي وأبويا. ما هو بيتنقلوا بقى. يعني مثلا لو كان الإمداد من الأب ورحنا للزوج، يا إما الزوج والزوجة إمدادهم من نفس الأب، يا إما هي بتاخد إمدادها من الزوج. لازم واحد بس. طب ينفع من المعلم والزوج ولا المعلم بس؟ إمداد واحد فقط. طب أنا أختار مش هينفع يبقى اتنين. أنا أختار إزاي إمداد واحد بس؟ لا، هو إحنا مش بنختار. أمال إيه؟ إحنا هو بتيجي زي الإشارات كده.
على حسب المقام، على حسب ما تشوف الامداد بتاعك. كل واحد بيشوف اصلا امداده على حسب مقامه. يعني مثلا حد بيتعلم في الفترة دي العلم الفلاني عشان انت واقف هنا، وممكن اصلا الامداد ده مش شرط واحد بس طول الحياة. ولازم يكون عايش. اكيد طبعا، اللي هتاخد امداد ازاي؟ مش متوفي. زوجة آدم اللي هي حواء بنقول عليها، هي أول لما ظهرت للخلق لقت آدم. ما لقتش غيره. ما لقتش غيره، صح. إنما هو كان لوحده. فهو مصدر الإمداد بتاعها. يعني ربنا علمه الأسماء وهو بيعلم بقى زوجه، وزوجه بقى هي اللي بتنبت النبتة الجديدة بالعلم اللي عنده، وهكذا. هي دي سنة الحياة. يعني وانا بتكلم مع حضرتك دلوقتي وناس بتتفرج عليا، اللي يجي في بالها هو ده آدم المعلم ليها. خليني اسهل على الناس. ما هو انا دلوقتي كست اعرف منين؟ اختار ازاي؟ يعني انا اكيد عايزة يبقى عندي امداد من الله. تمام. وعايزة يكون عندي امداد علم، امداد روحاني، امداد نور، امداد هدى، نور. كل الامداد اللي ممكن استمد منه. وحضرتك دلوقتي عرفتنا امداد سكينه كمان، كل الامداد طبعا. عرفتنا اني لازم يكون في حياتي ادم. تمام. عشان اعرف يبقى في امداد من الله. دي نقطه مهمه جدا طبعا. بالنسبه لي انا كست، وبالنسبه للناس بتتفرج، ان يكون عندي وعي ان لازم يكون في حياتي ادم طبعا. اصلا مظبوط. اللي احنا ماشيين دلوقتي فيه كوني قوية، هو ده كوني هو ده بقى اللي اتكلمت عليه. الرجل والست، شيلي البيت، شيلي الشغل، شيلي دنيتك. وطول ما انت بتبقي قوية انت ليكي قيمتك وبرستيجك في المجتمع. حاجة دلوقتي جاية تقول لي انا لازم يكون في حياتي آدم. مظبوط. في اللي احنا بنشوفه وبنتفرج عليه ده، انا اعرف آدم بتاعي ازاي؟ هي قصة قبل تعرفي آدم ازاي. هو آدم ده أصلا انت مش بتدور عليه. هو انت لو رجعتي لفطرة الأنثى هو هتلاقيه واقف قصادك زي حواء بالظبط. حواء ما دورتش على آدم. احنا مش بندور. لا دي بقى نقطة. ما هو أنا قلت حاجة في سنة السين، إن التراكمات بتاعت أفكار النساء اللي في السنين اللي فاتت كلها هتتعاقب عليها في سنة السين. هتشوف أحداث سلبية هتتعاقب عليها طبعا. طب هي ذنبها إيه؟ ذنبها الأفكار. طب هي الأفكار دي جات لها منين؟ جات لها من المجتمع. مظبوط. طيب أنا أتعاقب على شيء جالي من المجتمع ليه؟ عشان أنت اللي استقبلتيه. ما هو أنا استقبلته زي ما حضرتك استقبلته. أتعاقب على شيء أنا استقبلته في مجتمع ليه؟ ما هو مش لأن في غيرك ما استقبلش. هو مش في غيري يعني رضخ بأنه أنثى، هي ست بالظبط، مش لعبة دور الذكر بالظبط. ولذلك أنا حذرت في بداية السنة. قلت النساء اللي عندها أفكار النسوية والأفكار، حتى فكرة كره للرجل، إن في أنا مش محتاجة رجل، أنا ممكن في منهم اللي تعرض لخذلان أو لخيانة أو فكرة الصنف كله. عندك حق. فكونت فكرة بالاستقلالية. في حتى كمان عندها خذلان من والدها، فمن البداية من الطفولة في عندها شيء. ده كمان حاجة أكبر. بالظبط. فالكون هنا بيجي يدور مين بقى؟ الشيطان. هو اللي بيقعد يمد بقى الست بالأفكار. فكون الفكرة الكبيرة دي. لو هي بقى فضلت ماشية كده هتيجي في سنة السين تتعاقب. وده شفناه أحداث نسائية كتير طبعا. في السنة دي تحديدا عشان حرف السين. معلش ممكن تقولي اكزامبل؟ لا، حوادث انتحار كتير، حوادث تحرش كتير، حوادث طلقات كتير، خناقات. الست صوتها عالي بالشكوى. ده السنة دي ان هي في احداث، في صرخة نسائية. ده بسبب حرف السين. طب حرف السين ده جاي بسبب الافكار القديمة. فدي كانت اشارة للزمن. بس انا بشاور على الزمن، بقول ان ده سنة كذا بحرف كذا. طيب الست تعمل ايه؟ بالظبط كده، ما تدورش على الرجل. اوكي، ترجع نقطة مهمة. ما بتدورش على الراجل، هي بترجع للفطرة. ايه الفطرة؟ السجود المطلق. لا محتاجة افهم اكتر السجود المطلق. السجود المطلق اللي هو اول حاجة افهم ان انا درجة اقل من الرجل. لا كده يعني كده ايه كده ايه يعني افهم ان انا اقل درجة من الرجل. ما هو لما هتفهم كده ربنا اللي هيرفعها اصلا.
ربنا لا يعلي قدرها طب وشأنها. طب بالراحه كده، خدنا بالراحه واحده واحده كده معلش. عشان كده انا برضو لسان الناس اللي بتتفرج عليا، يعني ممكن اقول لحضرتك صح وعندك حق وخلص البودكاست واقفل، لكن الناس هتسأل السؤال ده اكيد. يعني ايه انا اقل درجه، وليه انا اقل درجه؟ ليه؟ ده سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه كده. انا بشرح لك سنة الخلق وبشاور لك على الزمن، بس انا مش بعمل حاجة. طب هو ربنا هو اللي اصطفى كده، يعني ربنا اصطفى آدم وعلمه كل حاجة وخلى الملائكة وإبليس كان مفروض معاه والجن يعني يسجدوا ليه. حضرتك هنا عايز تقول لي اني عشان ربنا خلى الملائكة وإبليس واداهم الأمر ان هم يسجدوا لآدم وعلمه طبعا، فده وخلاه خليفة وخلاه خلاص حاضر والله. فده هو خلاه مرتبة أعلى من الست. فأنا لما اقتنع ان آدم الرجل اللي في حياتي هو مقامه أعلى مني، فمن هنا أقدر أمشي في الطريق اللي يوصلني لفطرتي، صح كده؟ لا، الطريق اللي يوصلك لفطرتك ده هيجي منك انت الأول. من لازم أفهم الأول، ما هو يعني بالفكرة لازم... اللي أنا بقولها بس مش بوجود الرجل. يعني الأول انت هتقتنع بالفكرة اللي أنا بقولها لك، اللي هو فكرة ان السجود المطلق، السكون، قلة الحركة، قلة الكلام، كل ده بيخلي الست ترجع لإيه؟ لفطرتها. تمام. انها تبقى سكن. يعني حضرتك عارف بتعمل فينا ايه دلوقتي؟ بعمل ايه؟ انت بتكسر حاجات كانت مبنية جوه الست، تمام، وعليها قشرة ورا قشرة ورا قشرة لغاية لما بقت صلب. صح. فأنا عشان أكسر الصلب ده لازم يكون معايا حاجة أكون مقتنعة بيها جدا، حلو، ونشفة، عشان أقدر بخبطة واحدة أكسر كل المقتنعات اللي أنا اتربيت عليها من وأنا طفلة. مظبوط. خلي بالك حضرتك، الست حقوق المرأة وكوني ست حرة وكوني وده انت كده بنكسر كل اللي اتربينا عليه. جميل. عشان أرجع لفطرتي لازم تديني سلاح وتقنعني أنا إنجي قاعدة قدامك والسيدات اللي بيتفرجوا على حضرتك، عشان تبقى أديت رسالتك بأنك على الأقل لو مش هتديني مرزبة قوية تخليني فعلا بعد ما الناس تقفل البودكاست ده تقول لا أنا عايز أرجع لفطرتي وأتعلم وأسجد لآدم. طيب هو السلاح اللي عندنا حاجة مهمة قوي، هو الزمن. بمعنى إيه؟ إن الأفكار دي مثلا ما عندي من زمان، صح، بس أنا قلتها في السنة اللي هيكون فيها علامات لكل ست إنها تعرف إن الكلام ده مظبوط. إن أنا أقول لها خلي بالك من بداية السنة، والفيديوهات موجودة يعني من أول 26 حاجة، من أول 26 إن السنة دي لنهاية 26 لنهاية 26 تمام. إن السنة دي سنة حرف السين، لو أنت بالأفكار الفلانية هتحصل أحداث سلبية. فدي يعني علامة بالنسبة لي، هو ده السلاح، هو ده سلاح الزمن، إن أنا بشاور لك بالعلامات بالتطبيق. يعني إحنا مش جايين لها صدفة، أي حد هيتفرج علينا دلوقتي لا مش صدفة طبعا، مش صدفة طبعا. كده السنة دي كان هيبقى فيها أحداث نسائية والكلام عن النساء أصلا، ما أنا عارف. فهو ده العلامة. في ناس يعني ده نوع للناس اللي مش بتصدق على طول وعايزة حاجة قوية، آيات يعني. هي دي الآيات. طب في ناس تانية بتصدق من غير آيات أصلا، ناس بالفطرة أو الحق بيوصل لها على طول حتى لو هي في أقصى الضلال. يعني حضرتك تقصد أنا لا هكون زي الملائكة سجدت، بالظبط، لا هكون زي الشيطان اللي هبط. مفيش حل تاني. ده كلام خطير جدا طبعا. ولذلك الملائكة دلوقتي مقامهم عامل ازاي؟ عالي جدا، عالي جدا، رغم انهم الاكثر سجودا. هي دي النقطة اللي ابليس يعني تم اخواؤه بيها. جاله يعني ربنا سبحانه وتعالى اغوى ابليس بالحتة بالظبط اللي هو يقبل اي حاجة وما يقبلش الحتة دي. حضرتك لما يعني قلنا كده انا استشعرت بالخوف ومش هحب اكون مكان ابليس، ولا هحب اني ما اسجدش لآدم، ولا هحب اني ما اسمعش كلام ربنا. يعني حضرتك رميت سهم
بجد بأمانة. استشعرت بأن لا، أنا لازم أتعلم أسجد لآدم عشان أسمع كلام الله. في حتة جوايا كده عليت وأنا بقول أسجد لآدم، بس طفتها بني بسمع كلام الله. يعني أول لما قلت لحضرتك هسجد لآدم حسيت إيه يعني في كسرة. أي ده أنا والله أنا بقول لحضرتك بالأمانة جوايا ده اللي حصل. مظبوط. بس لما طفتها بني بسمع كلام الله، لا ده أنا أسجد وأسجد وأسجد. لأن في حاجة كمان الناس مش واخدة بالها منها. السجود دي حاجة مفروغ منها. ده أنا هسجد من غير معنى أفهم معنى السجود. لا، ده في حاجة تانية، حاجة مفروغ منها. يعني هتعمليها يا بمزاجك فهتعلي، يحصل لك علو ويحصل لك ترقي زي الملائكة وهتبقى مستريحة. بس بعد كده بقى لما تفهمي المعنى أو تسلمي الأمر لله، يا إما هتعمليه غصب عنك أصلا السجود في السجود برضو، بس هتبقي من المنظرين زي إبليس. يعني من المنظرين، إبليس منظر. يعني منظر، يعني هو ما اقتنعش بالحق. صح. ان انت تسجد للمخلوق ده، انا خير منه، هو ما اقتنعش، فربنا سابه من المنظرين. هو طلب انه يبقى من المنظرين وربنا قال له انت من المنظرين، يعني في منظرين غيرك. وللأسف اغلبهم من النساء. ما هو كده مفيش حل غير 2 بالظبط. لان هما الحديث قدام الله كان 3 بالزبط. آدم وإبليس والملائكة. مظبوط. آدم هنستثناه، فما فيش غير الملائكة وإبليس. أنا اختار أكون فين بقى؟ بالظبط. فاختياري أنا كست في سنة السين وسنة 26 لكون في التيه لكون مع الملائكة. بالظبط. فلا هو أمر يعني أتمنى يكون السادة المشاهدين وصل لهم المعنى اللي وصل لي من حضرتك. طبعا بشكر حضرتك جدا على وجودك وعلى كلام حضرتك اللي بياخد بإيدينا. يعني أنا ابتديت معاك الحلقة بفكر والله أقسم بالله، وبتكلم معاك دلوقتي فكر تاني. يعني كنت محضرة يعني إيه الست وإزاي، وأنا دلوقتي لا خالص. أتمنى يكون المعنى ده وصل فعلا للنساء، لأني حضرتك لمست حتة مهمة جدا. أنا ما أحبش أكون من إبليس، مش عشان النار حق والجنة حق، عشان إبليس عصى وأنا ما أحبش أكون من العصيين. لكن مش عشان هخاف من النار. النار مش في النار أصلا ولا الجنة أصلا. ما هو النار يعني قد فهمنا الصغنن البسيط اللي بنحبي بيه إن النار ربنا خلقها والجنة ربنا خلقها، فالنار حق والجنة حق والله حق. أنا أحب أسمع كلام ربي، وكلام ربنا هو اللي بيحصل بيه العلو والترقي، اللي هو السين، اللي هو تأويل السين أصلا. يعني هقول لحضرتك مش قادرة يجي في قلبي دلوقتي إني علو، لا أنا عايز أسمع كلام ربي. بالنسبة جالي لك علو بقى ما جاليش علو، أنا عايز أسمع كلام ربي. حلو جدا ده بالنسبة لحضرتك. إنما في ستات تانية بتبقى من المنظرين. يعني إيه؟ يعني إن هي خرجت من النقطة دي، من عباية السجود ومن عباية الرجل وآدم ده أصلا، فبقت من المنظرين اللي هي مطروقة في الدنيا، ممكن بتتعلم كل حاجة، ولكن في برضو بداخلها إمدادات خبيثة أو إمدادات غلط أو تيه معين. منظرة. فهمت حضرتك. مفيش حواليها أصدقاء حقيقيين. في أصدقاء كتير بس مزيفين. ليه؟ تايهة. عشان مفيش إمداد حقيقي. وهو ده علم الزمن. بالظبط. والدورة الزمنية بتاعت الست، إن هي مهما تتجوز مثلا برضو هو بتقع في نفس الغلط. مهما بتروح شغل برضو هو بيبقى الشغل مش كويس. مهما عندها أصدقاء برضو أصدقائها بيخونوها. ده التيه اللي هي عايشة فيه في حياتها. بالزبط. في العلاقات. الله يفتح عليك. في كل ممتاز. علاقة من العلاقات بتاعتها هي دايرة لا تنتهي. منظرة. لا كلام يوجع القلب على فكرة. ما هو ربنا قال كده، قال فالحق والحق أقول. إن أنت المنظر ده نهايته إنه في الآخر خالص هيشوف الحق. طب كان ممكن تشوفيه. عشان كده بقول هي رسالة رحمة للست، رسالة فهم. يعني هي في نقطة كده لو فهمتها هتبقى مرحومة وعايشة في رحمة وسلام وسعادة مدى الحياة بسهولة.
طب بس حته تتكسر لازم، هي اللي في البدايه بس. يعني ممكن اغشش الستات اه هي مش هتتكسر غير برحمه ربنا واللجوء الى الله. ده حته تتكسر مزيفه مش حقيقيه، مش كسر حقيقي. برحمه ربنا لا، حته جواها اللي هو استكبرت ام كنت من العالين، دول لازم تنفيهم، الكبر والتعالي خالص. طب تشتغل عليهم ازاي؟ تشتغل عليهم اول حاجه بالفكره. الفكره اللي بتسبب المشاعر اللي بتسبب التصرف تمام. او الفعل. فهي الفكره انا بقولها لها، تقعد مع نفسها اولا. الناس اللي بتصدر لها الافكار اللي عكس كده تقفلها خالص، خلاص ما تسمعهمش تاني. تمام، تسمعنا احنا. ما تسمعهمش تاني خلاص. ثم ان هي توصل للسكون. انا اتكلمت على صلاة السكون، ركعتين في جوف الليل تقعد فيهم لا تذكر الا الله سبحانه وتعالى، لا تدعي ولا تطلب ولا اي حاجه. دي روشته بقى. صلاة السكون، تلبس اللبس الطويل ده اتكلمت عليه برضو، وتطلب السكون من الله سبحانه وتعالى. ما يكونش فيه عداوة تماما من أي حد؟ من أي حد. تسامح الناس كلها خلاص. أصله الماضي يعني لو ليها حق. أنا قلت برضو حاجة مهمة جدا في فرق بين الرجل والمرأة في الحقوق. صح. ناحية ربنا إزاي؟ أنا مش بقول إن في رجالة يعني وحشين كتير وظلموا نساء كتير، بس في حاجة هنا ربنا حطت لها قانون. الرجل اللي بيظلم المرأة تحديدا بما اننا بنتكلم عن النساء، مش الست اللي بتاخد حقها منه، بتفاوض ربنا هو اللي بيجيب الحق، لان هو اللي خلاه اعلى درجة. بس حضرتك طالب من الست ان هي تسامح، ودي صعبة. يعني ممكن افوض امري الى الله، ما اذيهوش، يعني ما تاخدش رد فعل، ما فيش مشكلة. رد فعل ما فيش لكن مشكلة. برضو اسامحه لو مش قادرة تسامح، خلاص ما فيش مشكلة. انا بتكلم على رد الفعل اللي تقدر تسامح، دي درجة اعلى. حضرتك تقصد ان هي تنزل ترفع قضية وان هي كل ده فساد، كل ده اصبحت هي من اولياء ابليس. هي تفوض الامر لله يعني محكمة الاسرة دي كلها، ده كل ده فساد مطلق. هي طبعا الحقوق فاهمينها غلط. كل ده فساد مطلق. المرأة اللي بيجيب لها حقها مين؟ ربنا، الله هو وليها، لأن هو اللي خلاها درجة أدنى، والرجال عليهن درجة. ما هو ربنا اللي عامل كده. فالرجل لما بيغلط ربنا اللي بيقتص منه، الله سبحانه وتعالى. طب حاجة ادتنا روشتة دلوقتي تسهل على ان الست ترجع لفطرتها. هل السنة 26 هي سنة السين برضو تسهل على الست ان هي ترجع لفطرتها، ولا هي عشان سنة إبليس برضو والشيطان سنة تبقى صعبة محتاجة تعمل مجهود أكبر من السنين اللي فاتت؟ بالعكس، ده السنة دي أسهل سنة للنساء. أسهل سنة مش سنة إبليس خالص. تجتهد. طبعا هي مش سنة إبليس خالص، دي سنة العرش. أنا فهمت غلط. لا دي سنة العرش. هي بالعكس، وقلنا إن السين في علو ناس على حساب ناس. أيوة أوكي. يعني في نساء هتعلو لما تفهم الأفكار وتبدأ تغير من نفسها، وفي نساء تانية هتتعاقب وهتشوف أحداث مأساوية. يعني فرصة لأي ست بتتفرج علينا دلوقتي إن هي تمسك في السنة دي بإيديها واسنانها طبعا، وتفهم يعني إيه ست، والسجود لسيدنا آدم عشان يبقى عندها إمداد من الله، وإن هي السنة اللي ما تاخدش فيها حقها تسلم لربنا هو اللي ياخد لها حقها. ما تعملش أكشن. وإن هي السنة دي سنة الست. جزء منها طبعا مربوط بالست طبعا، لأنها سنة حرف السين أكيد. أنا كده فهمت صح ولخصت روشتة صغيرة للستات ولنفسي قبل الستات. يعني أنا كنت بعيد عشان أعيد لنفسي اللي أقدر أعمله، لأن حضرتك والله لمست حاجة ممكن تكون الست كانت بتدور عليها ومش لاقياها. الله يفتح عليك. هو ده اللي جالي منه كلام كتير بعد الفيديو بتاع النساء. إن هي فعلا هي حقيقة، بس تايهة لأن هي قعدت سنين في تراكمات بأفكار سلبية فغطت على الحقيقة. الحقيقة اختفت فما بقتش لاقياها. فلما سمعتها في ناس كتير طبعا حسوا ما هو ده الصح. هو ده لما يحصل لك أو حصل لك موقف سلبي من رجل، أبوك، زوجك، أخوك، أيا كان،
ما ينفعش تفصلي نفسك عن مدد الرجل في العموم خالص. لا، هو الرجل بيتغير بس، الرجل اللي بيتغير، انما ما ملاش نفسي بمشاعر تجاه الرجل نفسه، غلط، ما ينفعش. بس أنا بشكر حضرتك جدا، وأتمنى يكون البودكاست ساعد كل ست إن هي تعرف نفسها وتعرف قيمتها، وإزاي تلاقي آدم ويبقى عندها مدد من ربنا. أنا بشكر حضرتك جدا. شكرا لك يا أستاذ إنجي. وكانت حلقة ممتعة. شكرا، أنا استمتعت بحضرتك واتشرفت إن أكون معاكي إن شاء الله بإذن الله. شكرا جدا شكرا لحضرتك. لك. شكرا.